في الحقيقة هو كان موقف بسيط جدا، لكن علمني درس كبير في حياتي. الموقف كان ببساطة كده وباختصار انه انا كنت رايحة اعمل خدمة عند حد معين، والبنت دي انا اعرفها يعني بينا عشرة وكده. فالمهم انا اول ما شفتها وبقالي كتير ما شفتهاش، فقعدنا نتكلم وانا بطبعي بقعد احكي يعني، وبقعد بحكي بحب يعني نسلي الوقت. المهم يعني فقعدت احكي ولقيت نفسي بحكي لها حاجة شخصية عني، وحاجة كانت انا مريت بيها بمراحل صعبة شوية، والناس القريبة مني هي عارفين الموقف ده ايه يعني او الحكاية ايه. لكن الفكرة انه انا بعد ما قعدت احكي لقيتها بتقولي والله انا ما اعرفش ما شفتش الموضوع ده يعني، او ما اعرفش عنه حاجة. وبعدين لقيتها بقول لها انا يعني زي صدعتك، فقالت كلمة كده وقفتني شوية، اللي هو قالت لي انا يعني ما بعرفش اشتغل وانا بتكلم او حد بيتكلم. فالمهم من وقتها عرفت انه مش اي حد نقعد نحكي له، مش اي حد مش موضوع يستاهل. هي عندها حق ان هي تكون مش قادرة تسمع او مش مستعدة تسمع او حتى مش مهتمية تسمع، وده من حقها. هي اللي علمنا احنا ان مش اي حد هنقعد نحكي له عن الحاجات اللي وجعانا او الحاجات اللي مضايقانا. نختار الناس المهمة، نختار الناس اللي فعلا عايزة تسمع، نختار الناس اللي هتقدر ان هي تسمع، عشان ده ولا يجرحنا ولا احنا نضايق الشخص اللي قدامنا. فده كان من الدروس اللي علمت معايا في حياتي، برغم ان الموقف ده عدى عليه كتير، بس لغايه دلوقتي انا فاكراه وبيجي في بالي كل فتره لما اكون هقع في نفس الموقف، ان انا ممكن احكي لشخص هو مش مهتم يسمع. فبس اختاروا الناس اللي مهتمية تسمع مشاكلكم او ألمكم.